السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم محشي الكوسة باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وسريعة من غير تقوير الكوسة. تقوير الكوسة بياخد مننا وقت طويل، وممكن واحنا بنقورها تتقطع مننا وما تطلعش سليمة. وفي بعض الناس ما بيعملوش محشي الكوسة علشان مشكلة التقوير دي، فهنحل المشكلة ديت ونعملها بطريقة سهلة وطعمها بيكون لذيذ جدا. تعجبكم إن شاء الله وتجربوها. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة. بسم الله. اول حاجة هنا معايا الكوسة غسلتها كويس. وانا بفضل الكوسة تكون متوسطة الحجم بالشكل ده، لا كبيرة قوي ولا صغيرة، وتكون لونها اخضر وبتلمع، ما تكونش دبلانة ولونها ابيض او اصفر. في كوسة بنلاقي لونها أخضر فاتح كده مايل للأبيض، دي طعمها مش بيكون حلو أبدا. وببدأ أنضف الكوسة، بقطع الجزء اللي من فوق ومن تحت، وبالمقوار أو السكينة ببدأ أكحت قشرة الكوسة بالشكل ده. وبخلص باقي كمية الكوسة اللي معايا بنفس الطريقة، مش بتاخد وقت أقل من 5 دقايق وبكون خلصت. ودلوقتي معايا طاسة حطيت فيها زيت، رفعتها على النار. أول ما الزيت بيسخن بنزل بالكوسة، والنار بتكون عالية تحتها. بحمر الكوسة من الناحيتين لغاية ما تاخد لون وتطرى شوية عشان أقدر أحشيها. الكوسة مش بتاخد وقت طويل في التحمير، يعني حوالي دقيقة أو أقل من كل ناحية وبتكون اتحمرت. وكمان مش بتاخد ولا تشرب كمية كبيرة من الزيت، مادام الزيت عندك سخن والنار عالية فمش هتشرب زيت. وهنا بعد ما خدت لون بقلبها على الناحية التانية. أول ما بتاخد لون بشيلها على طول وبخرجها على مصفى سلك عشان تصفي الزيت اللي فيها. وزي ما انتم ملاحظين هنا كمية الزيت زي ما هي ما قلتش. بخرجها وبكمل تحمير باقي الكوسة، واسيب الكوسة دلوقتي على جنب تبرد لغاية ما احضر حشوة اللحمة المفرومة. في طاسة رفعتها على النار وبحط فيها معلقتين زيت. انا دايما بستخدم اقل كمية دهون عشان الاكل يكون خفيف وصحي على قد ما اقدر. اول ما الزيت بيسخن بنزل باللحمة المفرومة. كمية اللحمة المفرومة ربع كيلو، هيكفي حشو الكوسة وهيفضل منه كمان. بوزع اللحمة المفرومة وافردها في الطاسة، والنار بتكون عالية علشان اللحمة ما تنزلش ميتها، ومش ببدأ اقلبها غير لما بيتغير لونها. تقلبتين 3 كده في الزيت لغاية ما تتشوح، وبنزل عليها ببصلة كبيرة متقطعة. تقلبتين 3 للبصلة مع اللحمة لغاية ما تدبل. ممكن تزودوا البصل زي ما تحبوا، البصل بيدي طعامة للأكل وكمان بيزود كمية اللحمة المفرومة. وهبدأ أتبل بملح وفلفل أسود وبهارات لحمة وبابريكا. هسيب لكم إن شاء الله المقادير في صندوق الوصف. وبضيف دلوقتي فلفل أخضر متقطع لقطع صغيرة، لو حابين ممكن تضيفوا فلفل حامي لو بتحبوا الأكل سبايسي. بقلب الفلفل مدة دقيقة مع اللحمة والبصل. وبنزل دلوقتي بطماطماية مبشورة أو متقطعة لقطع صغيرة، بقلبها مع اللحمة المفرومة والبصل والفلفل. أول ما بتدبل خلاص كده بيكون العصاج أو الحشوة جاهزة. هسيبها تبرد قبل ما ابتدي أحشي الكوسة. وهنا الكوسة بعد ما بردت تماما والحشوة معايا جهزت وبردت، هاخد دلوقتي الكوسة وابدأ افتح فيها فتحة بالطول بالشكل ده. بجهز كل كمية الكوسة اللي معايا. ممكن لو حابين تستخدموا اي حشوة تانية بدل اللحمة المفرومة، ممكن تحشوا بالفراخ او تحشوا بالحشوة الاقتصادية اللي عملتها معاكم قبل كده بديل اللحمة المفرومة. هسيب لكم رابط الفيديو في اول تعليق مثبت. فتحت كل كمية الكوسة اللي عندي، هبدأ دلوقتي احط فيها الحشوة. بفتح الكوسة كده واعمل مكان للحشوة. بتتفتح طبعا بمنتهى السهولة لان الكوساية بعد ما اتحمرت بقت خلاص طرية، يعني تقريبا نص سوا او 3/4 تسوية. مش بتاخد حشو كتير، يعني معلقة كبيرة او اقل. وبرص الكوسة في الصينية. كمية اللحمة المفرومة دي مش هتاخدها كلها، هيتبقى منها.
بشيلها في كيس من أكياس التلاجة وبحفظها في الفريزر، وقت ما بحتاجها بلاقيها بتنفعني. وده بيكون شكل الصينية بعد ما خلصت حشو الكوسة، شكلها حلو جدا ما شاء الله. وهبدأ أعمل الصوص أو الصلصة اللي هسوي بيها الكوسة. طاسة حطيت فيها معلقتين زيت، ممكن تستخدموا سمن بدل الزيت. أنا هعملها بصلصة الطماطم، ممكن لو حابين تعملوها بصوص البشاميل بتكون حلوة قوي برضو. أول ما الزيت بيسخن بنزل فيه ب4 فصوص من التوم مفرومين ناعم، تقلبتين كده في الزيت. أول ما بشم ريحة التوم بنزل عليه بعصير الطماطم، عصير 4 طماطمات كبار، وهتبلهم بملح وفلفل ومعلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من السكر، وهسيبهم على النار لغاية ما الصلصة تتسبك. وهنا الصلصة غلت غلوتين واتسبكت وبقت تقيلة بالشكل ده، خلاص كده بقت جاهزة. هطفي عليها النار وهاخدها وابدأ اوزعها على الكوسة. كمية الصلصة دي مناسبة جدا، مش بستخدم كمية صلصة اكتر من كده، لان زي ما انتوا عارفين الكوسة من الخضار اللي بينزل كمية كبيرة من المية اثناء التسوية. وبعد ما وزعت الصلصة فوق الكوسة بهز الصينية كده مرتين 3 عشان الصلصة تنزل تحت الكوسة. وبالنسبة للتسوية في طريقتين، هاخد الصينية ديت واغطيها واسويها على البوتاجاز من فوق، وبعد ما بتستوي ممكن احطها تحت الشواية ممكن دقيقتين تاخد وش ويكون لونها حلو، او بحطها في الفرن في فرن سخن في الرف الاوسط على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي 25 او 30 دقيقة، وبتولعي لها الشواية مدة دقيقة او 2، يعني براحتك سويها على البوتاجاز من فوق او في الفرن، في الحالتين هتكون زي العسل. وده شكلها بعد التسوية ما شاء الله، شكلها حلو يفتح النفس. وجبة لذيذة ومتكاملة بنقدمها مع رز وسلطة أو مخلل. اعملوا الكوسة بالطريقة دي، أنا متأكدة إنها تعجبكم. أكلة لذيذة وسريعة التحضير وغير مكلفة وكمان خفيفة وصحية، تناسب فصل الصيف. وولادكم لو مش بيحبوا الكوسة عموما هياكلوها بالطريقة دي وهتعجبكم. عودوهم على الأكل الصحي وأكل الخضار، بلاش الأكل الجاهز اللي كله دهون مفهوش أي فايدة. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.